ودي التركة، اسمع بقى. هنعتبر ان الاس دي بدل الناون، هنعتبر ان الاس دي بدل الناون. فلو انت في الامتحان وناسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة معانا درس جديد في كورس التأسيس من تحت الصفر لكورس المبتدئين. النهاردة معانا الدرس ده هو شوية بيلخبط ناس كتير، ولكن ان شاء الله بإذن الله بعد هذه الحلقة مش هيكون فيه اي لخبطة. Let's get started with possessive. These two S، الاتنين S دول ينطقوا Z. possessive ودول S. possessive adjectives و possessive pronouns. ايه الكلام ده؟ تعالوا وانا اقول لكم. البوزيسيف معناها الملكية. تاني كده، الملكية. بنتحدث هنا عن الامتلاك. ماذا تمتلك؟ ماذا لديك؟ So we talk here about the things that you have or own، اللي بتمتلكها، بتاعتك، بتاعته، بتاعتها، بتاعت مين؟ اوكي، تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه بالظبط. دول معايا على طول طبعا السبجكت pronouns عشان اقول لك بيتغيروا ازاي مع البوزيسيف adjectives والبوزيسيف pronouns. اول حاجه خالص تعالوا شوف المثال ده. I have a car. It's my car. يعني ايه؟ يعني بقول لك انا لدي سياره. I have a car. الجملة اللي بعديها I said this is my car. هذه سيارتي، ملكي، بتاعتي، أنا أمتلكها، فأقول my car. الماركر ده بتاع مين؟ بتاعي، صح؟ فأقول this is my marker. This is my marker. طب شوف الصورة دي كده، ده ابن مين ده؟ ابني؟ ابنك؟ لا. It's not my child or it's not your child. ده ابنها، ابنها هي. يبقى this is her child. This is her child. ده ابنها. طيب نشوف مثال تاني. انا اعتبر ان السبورة دي بتاعتك انت، فهقول لك this is your board. This is your board. هذه سبورتك، بتاعتك انت. فبالتالي البوزيسيف هنا بنتكلم عن الامتلاك، ملهاش اي علاقة بالobject pronouns اللي هي ضمائر المفعول. هناك بنتكلم عن فاعل ومفعول، السبجكت والobject pronouns، ولكن هنا نتحدث عن الملكية possessive. حلو قوي. تعالوا نشوف بقى الفرق بين البوزيسيف adjectives والبوزيسيف pronouns. يعني ايه possessive adjectives ويعني ايه possessive pronouns؟ الاثنين بيتكلموا عن الملكية، ولكن وضعهم في الجملة مختلف. وضعهم في الجملة مختلف. طيب ازاي؟ تعالوا نشوف. اما اقول لك مثلا this sentence: This is my dress. This is my dress. This dress is mine. This dress is mine. هنا ايه الفرق؟ زي ما انت ملاحظ ان البوزيسيف adjective اللي هي my يجي بعديها noun، بيجي بعديها noun. يعني ايه؟ adjective اصلا يعني صفة، والصفة تستخدم لوصف الاسم. الصفة تستخدم لوصف الاسم، ولذلك يأتي بعد البوزيسيف adjective
noun يأتي بعد ال possessive adjective noun، فأقول my dress. This is my dress. ولكن في ال possessive pronoun يعني ضمير الملكية لا يأتي بعدها اسم، لا يأتي بعدها اسم، فأقول this dress is mine. This dress is mine. أنا خدت الاسم وحطيته في أول الجملة، أقول this dress is mine. خلاص أنا خدت الاسم اللي كنت بوصف بيه الادجكتيف اللي هو my dress، خدت الدرس وبدأت بيها وقلت this dress is mine، بتاعي وليس فستاني، بتاعي ملكي وليس فستاني. يا رب يكون الفرق واضح، وهوضح لك في الأمثلة اللي جاية إن شاء الله. تعالوا دلوقتي نشوف إزاي بغير ال possessive adjective ل possessive pronoun. I تصبح my mine. I my mine. I my mine. طيب بالنسبة ليو، you هتصبح your ويجي بعديها اسم your dress، ولكن لو مش وراها اس وجايبة الاسم الأول هتبقى yours. This dress is yours. ايه ده؟ ضفت هنا اس، ركز معايا، يبقى your أصبحت yours. اوكي. he هو هتصبح his. This is his car. This car is his. هنا ما غيرتش حاجة، his هي his. He is the same in possessive adjective and possessive pronoun. What about she؟ هي، هي تصبح her. Her dress or this dress is hers. بص S. Okay. It تصبح its. It تصبح its. This is a cat. It has a tail. Its tail is long. ذيلها طويل. هنا أنا قلت إيه ذيلها؟ يعني بوصف an animal. طيب what about the possessive pronoun of the pronoun it؟ فيش للضمير it صفة ملكية على أساس إن الحيوان أو الانيمال أو الجماد ما ينفعش يمتلك الحاجة بنفسه، ولذلك قالوا أنه لا يوجد possessive pronoun للضمير it. Okay. What about they? They, their. This is their house. The house is theirs. Theirs بتاعهم. The house is theirs. What about we? We, our. This is our house. This is our house. ده بيتنا أو منزلنا. لو جبت house الأول this house is ours. إيه اللي حصل هنا؟ إن أنا حطيت اسم، يبقى our هتتحول ل ours. أنت ملاحظ هنا إيه بالنسبة لل possessive pronouns؟ ممتاز. We added s as you see here. We added s. تذكر إنهم في معظم الpronouns أنا هستخدم الS، ما عدا my I change it to mine و his already it has S، فهي أصلا فيها S. زي ما أنت شايف كلهم نهايتهم S. هنعتبر، ودي التركة، اسمع بقى، هنعتبر إن الS دي بدل الناون. هنعتبر إن الS دي بدل الناون. فلو أنت في الامتحان وناسي ومش فاكر ومش عارف وانا هحط اس ولا مش هحط اس اي واحده، تذكر لو مفيش كلمه بعديها فانا هحط اس. الاس هتغنيني عن الناون. تعالوا نشوف هنا some examples and answer them together. Let's see this example. She has a dog. This dog is. اول حاجه do I have here a noun؟ عندي اسم هنا بوصفه؟ No, I don't have a noun. أمال فين النون؟ Where is the noun? The noun is here. يبقى النون في الأول.
النون في الأول مش بعديها. فهنا this dog is her or hers. Excellent. hers. ليه؟ لأن النون في الأول مش بعديه. مفيش نون هنا، يبقى هختار S. يبقى this dog is hers بتاعها وليس كلبها. Okay, let's see another example. Example number 2. What bag is new? New American pronunciation, new is the British pronunciation. So you can pronounce it new or new, whatever. Now let's focus on the grammar part. Bag is new. هنا عندي noun أهو bag. الnoun حلو قوي. يبقى هنا أنا بوصف الnoun، عايزة possessive adjective ولا possessive pronoun. So I'll say my bag is new or mine bag is new. Excellent. My. So I write it here. My bag is new. My bag is new. حقيبتي جديدة. حقيبتي وليست ملكي. طيب لو قلت لك، لو خدت باج وبدأت بيها اللي هو الناون this bag is ايه؟ my or mine؟ انا خدت الناون بدأت بيه. هنا هقول لك حقيبتي ولا هذه الحقيبة ملكي؟ ملكي. يبقى I use mine. هسيب لكم some exercises، اكتبوا لي تحت في الكومنتس الانسرز وانا ان شاء الله بأمر الله هصححها لكم. Thank you for watching. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يصل اليكم كل جديد، وما تنسوش ان بدعمكم بتخلوني ان شاء الله باذن الله استمر معاكم دايما. Thank you for watching. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goodbye. We never forget to do space homework. Our or ours. Good job. We have a noun, so it's our. We never forget to do our homework. Next. This car belongs to my parents. It's. Think about it. Amazing. There is no noun, so I'll use theirs. Theirs. This car belongs to my parents. It's theirs. Sarah didn't invite me to space birthday party. Her or hers. افتكر ان انت عندك noun. ممتاز. So, excellent. Her. Sarah didn't invite me to her birthday party. Her birthday party. Her دي her عشان عندي noun. So I choose possessive adjective. Excellent. Next. 4. Can I borrow your rubber? I can't find my or mine. There is no noun. ممتاز. Mine. Super. I can find mine. I can say I can find my. لأن مفيش noun فلازم أختار possessive pronoun mine. I can find mine. ممتاز.